أستاذ جورج، إحنا الآن كنتواجدوا بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية بالمغرب، وكيف ما كتشوفوا مورايا البحر زوين. ويلا ودابا معايا باش نقلبوا على الدار ديال سارة مكمل باش نعطيوها الدعوة ديالها. واخيرا دابا حنا وصلنا للحي الحسني، ودابا غادي نقلبوا. راه الدار ديال سارة مكمل غير هنايا، اجيو معايا نمشيو عندها. هذه هي الدار ديال سارة، اجيو معايا نشوفوا واش كاينه. السلام عليكم لاله. سارة محمد هادي، لاباس عليك؟ عندك واحد الاخ ديالك سميتو مهدي. لا سارة، حنايا جبنا لك واحد الدواء من طرف الاستاذ جورج قداحي. جورج قداحي. جورج قداحي تمام. قبل الدعوة ديال الاستاذ جورج؟ بيان سور. ان شاء الله لاله، وشكرا بزاف وسمحي لنا. وصلت هنايا وسلمتها الدعوة ديالها. بعرف انه سارة صارت خارج الاستوديو هلا بنناديها حتى تجي. القصة مختصرها انه معنا الاخ اسامة. الاخ اسامة من المغرب. اسامة متزوج كان له سنتين. السيدة سارة هو بيشتغل بشركة اتصالات، هي بتشتغل ايضا بمركز اتصالات. كانت مريضة ذات يوم، رجعت على البيت لقت اسامة في احضان اعز صديقاتها. اختلفوا طبعا، شارعوا، انفصلوا، طلقها. إلهم هلا سنه و3 اشهر مطلقين. رجع الاخ اسامه لحتى يحاول يستعيد زوجته ويرجع هو اياها من هذا الاستوديو الى المغرب. بدنا نشوف هلا شو موقف ساره من نادي ساره. تفضلي ساره. اهلا بساره. اهلا يا قمر، كيفك؟ تفضلي تفضلي يا عيوني، اهلا وسهلا. كيف احوالك ساره؟ الحمد لله. طمنيني عن شغلك. الحمد لله تمام. شفناكي لابسه نظاره كنت قبل لما سلموكي الدعوه. ايوه. شلتيها؟ شلتها. حاطه كونتاكت لانسز؟ لا بس انا شايفاك. منيح؟ منيح 100 100 100 100. اهلا وسهلا فيكي. بعدك بشغلك؟ مركز اتصالات؟ شو شغلك؟ شو بتعملي؟ بعمل زي ما بتقولوا كده بنبيع خطوط. بتبيعوا خطوط؟ شركة اتصالات يعني. قديش عمرك سارة الآن؟ 21. 21؟ ما شاء الله عليكي. أهلا وسهلا فيكي. سارة، ليكي في شخص آخر هو دعاكي إلى هذا الاستوديو لأنه يمكن في عنده مفاجأة، في عنده شيء مهم بده يقول لك إياه، في ما بعرف شو السبب. بقى تحبي تعرفي مين الشخص اللي دعاكي؟ طبعا. طبعا؟ طلعي بهالشاشة فأذا. بتعرفي النجم ده؟ عرفتي؟ عرفتي هلا البرنامج شو معناته؟ هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. ما تزعلي. بس انا مش عايزه يعني، انا ما جيتش هنا عشان. طيب خلص بس هو دعاكي. هلا جيتي عشاني. انا وياكي عشانك يعني، مش عاوزه اشوفه ولا انسي. انا ما جيتش هنا على قبلت شيء. يا ستي انسي خلص. لا مش ممكن انسى، انا يعني ممكن اخرج ولا حاجه. لا مش عايزه اكمل في البرنامج ولا حاجه والله. تخرجي. انت فوق راسي يعني. تسلمي راسك حبيبتي، تسلمي هاتي لبوس راسك. انا لا والله لا والله. عادي. أنا فهمت القصة وأنت معك حق 100%. معك حق 100%. هلا هو عم بيعمل بمحاولة، يمكن أنت ما تستجيبي، أنت حرة وقرارك بيدك. هدي أعصابك
وانا معك، ما تخافي. هذا الشاب طبعا هلا ارتكب خيانه عظمى، زنا اسمه، بس يبدو بعد سنه وثلاث اشهر حن مشتاق من الاول هو وحاسس بغلطه، وجاي فكر انه بركي عبر هالبرنامج. لا عم ترجفي، لا بس لا عم ترجفي. حب يمكن اعتبر انه من خلال هالبرنامج ممكن يستعيد هالجوهره اللي فقدها. ممكن بقى كتب لك رساله انا راح بقرا لك اياها، وانت بعدين بتقرري، انت بتشوفي اذا بتصدقيه ما بتصدقيه. خلينا نحكي. يلا. حبيبتي الغالية سارة، اشتقت لك كثيرا، لكن ليس أكثر من حبي لك. كنت أحمقا خائنا لم أقدر النعمة التي رزقني الله بها يا سارة، وهي الزوجة الصالحة والحبيبة التي لا تعوض. وقد وعيت الدرس تماما. صحيح طلقتك بعدها بناء على طلبك، لكنني أموت كل ثانية بعيدا عنك وعن حضنك يا سارة. أنا فعلا آسف، وجئت أتوسل إليك كي تسامحيني، مقرا بخطئي وخطيئتي، ومعترفا بأنني لم أكن أستحق حبك، ومقسما أمام الجميع بأن أبقى مخلصا لك طوال حياتي، وأن أرد إليك كرامتك أمام جميع الناس، وراجيا إياك يا سارة أن نعود لبعضنا البعض من جديد. سامحيني أرجوك، والمسامح كريم. سارة، أنا بفهم شعورك، بفهم الجرح اللي عندك، جرح كبير. بس هذا الشاب اجا بعد كل اللي حصل، أذل نفسه، يعني اجا أمام الملايين حتى أولا يعترف بالخطيئة اللي ارتكبها، يعترف انه خانك خيانة كبيرة، ومش خايف من كل هالناس اللي عم بيشوفوه، لأنه بحبك طمعا بالعودة لك والعودة إليه، يعني أن ترجع أن تعودي إليه. هذا قرار بيدك أنت وبقلبك أنت. مش ممكن، ما اقدرش. مش ممكن. خلص أنت شلتيه من حياتك نهائيا. دي حاجة يعني دمرتني، يعني من اثنين، من صديقتك كمان. صديقتي يعني طفولتي كلها دوزت أنا وياها. نعم. وواحد اللي كنت كتتخيل فيه كل شيء، بنيتي أحلامك معاها، شفتي في بابا ولادك كل شيء، فهمتي؟ نعم. ما قدرش. نعم. طيب انت انه شفتيه بالجرم المشهود ولا اعتقدتي انه هذا اللي حاصل؟ لا، شفت كل شيء بعينيه. من بعد كيبان لي هو صاحبتي، صافي ما قدرتش نصبر. شنو غندير؟ بقيت كنغوت، جاتني هستيريا، شي حاجه اللي ما غاديش تقدر تصورها. طبعا. أسامة، معلش خليك قول شو بدك تقول. هيدي فرصة لك، وانت جيت وحبيت تشوف سارة هون بالاستوديو، بقى تفضل احكي لها اللي بدك تحكيه. شرف. الغلط اللي تقع لي مع سارة بالنسبة لي أنا ماشي أكثر من غلط. أنا هذيك المدة اللي كنت دوزت مع سارة عمري ما غنساها. اللي في الصراحة واخا طلقت واشتغلت في الديار البلجيكية، وخدمت تما كمهندس صوت. بغيت نتزوج ولكن ما قدرتش، عمري ما قدرت ننسى سارة. عرفت فيها بزاف الحوايج، عرفت إنسانة اللي في الصراحة عندها قلب كبير. لا انا عارف ساره، انا ما دوزتش انا وياها قليل، عارف ساره مزيان، عارف بان هاد الهضره ماشي هي اللي كتقولها، عارف بان ساره
ماشي هي اللي كتهضر ساره، انا راه عارف اني كنبغيها الصراحه، عمري ما قدرت ننساها. هي اللي كتقول انني عندها راجل وعندها ماشي غير ماشي انا اللي راجل، كاين رجاله بزاف. انا كنقول قدام الملأ ان هي اللي كاينه لي انا، هي المرأة الوحيده ديالي انا. وانا عارف بان ساره عمرها ما قدرت تنساني، وانا عمري ما قدرت ننساها. هي اللي كانت بانها عمرها ما تسولات ولا شي حاجه، انا ديما كنت كنسول فيها انا، وكنعرف ديما الجديد ديالها وديما الاخبار ديالها. هادشي اللي خلاني انني نجي لهنا البرنامج ديالكم وندق ابواب ديال البرنامج ونطلب السماحه منها. انا عارف بان غلطت ونطلب من الله يسامحنا واللي درناه. نعم. ساره بدك تقولي له شيء، بتحبي تجاوبي شيء؟ أنا متساعد أستاذ جورج، نضحي بالغالي والنفيس من الأجل ديالها أستاذ. شو أنا يعني؟ درت الغلط وكنتحمل المسؤولية ديال الغلط ديالي. أنا الصديقة ديالي هي اللي بصراحة اللي كنت ديما كنبهها بأن تبعد علينا الأصدقاء، تبعد علينا الصديقات ديالها، تبعد علينا تخيل المشاكل بيني وبينها. أنا كان شي مشكل نحلوه أنا وياها، لا داعي اللي يجيب لنا شي واحد يدخل عندنا للدار. ديما كنبه بان هذيك الصديقه ديالها ما تبقاش تعطيها السوارد ديال الدار، وهي لا ديما اللي في راسها. وملي كنهضر معاها ديما كتاخذ القرار ديال الوالدين ديالها. ما بقاش وصلت واحد النقطه اللي ما بقاش كنعرف. هي كاينه ماشي حتى هي كاينه في الدار. ما بقيتش عارف بان لا هادشي ماشي مبرر. هادشي ماشي مبرر. واحد اللحظه قلت لك هذا مش مبرر. ما بقيتش كنعرف راسي واش انا متزوج بها هي ولا متزوج بصحاباتها ولا الوالده ديالها. قالت لك هذا مش مبرر. إلا عطتني فرصة أستاذ، إلا عطتني فرصة إن شاء الله آخر مرة غادي نبرهن لها قدام الملأ وقدام الله سبحانه وتعالى بأن غادي يكون خير إن شاء الله. سارة هذا الشاب تايب، إجا تائب، بدك تحبي تسامحيه؟ مش قادرة؟ قولي لي هلا بشو عم تفكري؟ ما عرفتش نقدر نسامحه ويعاود نفس لافوت. ما عرفتش. سارة أنت كنت سعيدة بلا؟ لما بعد عني كنت سعيدة؟ لا، خصو يعطيني اون بروف باللي ما عمره ما غادي يعاود يدير داكشي. ما كاينش ما أحسن من الله. تقسم أمام الله؟ أمام الله. قال أقسم أمام الله. هو صادق أحيانا هذا الشاب؟ تحسي أنه صادق؟ هو ما عمره ما غلط. هذه كانت أول مرة وما عرفتش كيفاش زعما دار بحال هكا. هو عمره ما غلط، بس هو عم بيقول أنه الذنب مش ذنبه، الذنب صديقتك. بعدك على علاقة معه؟ لا مش بعدك ممكن. بتشوفيها؟ لا ما بقيتش كنشوفها، ما يمكنش نعاود نشوفها. لا هي لا هو بجوج. طبعا. هلا أنت أمام أسامة، بدنا نعرف بدنا نرجع نزوجكم ولا شو؟ نجيب لكم المأذون؟ في مأذون هون قريب. بدك تسامحيه سارة؟ والله إنها جوهرة أنت، بعدين حسابك بحكي أنا وياك بعدين. بدي أسألك سؤال بس جاوبيني. إيه؟ لما شفتي حسيتي هيك فرحتي ولا كنت زعلان؟ مش عارفة إحساسي. وشرف أبوكي شو حسيتي؟ تخلط عليك كل شيء. مفاجأة كانت سارة يا سارة المفاجأة ولا شو؟ إيه سارة، وفي نفس الوقت أنا ما كنتش بغيت نتفكر هذا الشيء وبغيت نكمل حياتي، ما بغيتش نبقى. طيب يمكن هذا الشاب نصيبك، يعني أخطأ وندم تايب. بدك تسامحيه؟ بدك تقولي له مسامح كريم؟ مسامح. قولي له سامحتك والمسامح كريم. أنا سمحت لك والمسامح كريم. يلا هاتوا لابوك تعال.
بس خلصنا. انا رح تابع الموضوع، انا تحت مسؤوليتي. هذه البنت هي زي بنتي، تحت مسؤوليتي. 21 سنة عمرها. قديش عمرك انت؟ 32. كم؟ 32. 32 صار كبير عليكي. حب أعمى. طيب مبروك. ميرسي. وتشرفتينا. شكرا لك يا قمر. ميرسي. جوهرة ورقيقة والله يوفقكم. وزهرة ديروا بالكم على بعض. يلا خدها بإيدها وإن شاء الله بتفرحوا الأهل كلهم. يلا رفقا بالقوارير. شيك. على كل حال نلتقي إن شاء الله ببرنامج المسامح كريم مع قصة وقصص تانية. خليكم معنا دايما. برحب فيكم دائما ببرنامج المسامح كريم. رح نشوف قصة الآن من القصص اللي بنعرفها بحياتنا أو حولنا، ولكن قبل ما أحكي لكم إياها خلوني استقبل صاحب المبادرة الأخ إبراهيم أمين.